عديلة، يعني لسه ما جهزتي؟ اجهز لشنو؟ الله، أنا مش قلت لك نحن ماشيين الوفاء، ماشيين للوفاء في البلد؟ يا الله يا الله يا عبوسي، 200 حتفهمني انت. عيني يا عباس، انتوا لازم تطلعوا من المجتمعات الرعويه الزراعيه دي وتنقلوا نفسكم للمجتمعات المدنيه الصناعيه. يعني كيف يعني ده؟ اوكي، المجتمعات الزراعيه بتاعتكم الرعويه ديت مجتمعات فارغه، فيها فراغ عريض جدا جدا، عشان كده انتوا بتكونوا قاعدين زي ما عندكم اي شغله. العرس الفي جارين ليه، البكا الفي جارين ليه، السمايه الفي جارين ليه. طيب المشكلة شنو؟ كيف يعني المشكله شنو؟ يو نو وات، المجتمعات المدنيه الصناعيه دي بتكون سو اكتيف، فيها حياه، فيها روح، موفمنت، فهمت؟ عشان كده بالنسبه للمطره صبت ما صبت، جات ما جات، الموبايل في النهايه حيتصنع، العربيه حتتصنع، الطياره حتتصنع، اي حاجه المفروض تكتشفوها حتكتشفوها، سيستم ثابت. يعني ناسية نحن لو المطر ما جات الموضوع طرشق؟ اكزاكتلي كده جيت معاي في الخط. عشان كده لو سمحت يا اخي حاولوا تطلعوا نفسكم من المجتمعات الرعويه الزراعيه دي، اوكي؟ الرعوية والزراعية دي داخلة شنو في وفاة ود الطاهر؟ كيف دخلها شنو فيه فتوى ضد الطاهره؟ ما دي المجامله المجانيه اللي انتوا قاعد تعملوها دي، لازم تشوفوا لكم حاجه تانية تتسق مع القيم العليا بتاعتكم، اوكي؟ ما فهمتني؟ طيب دقيقه انا بصيت لك. شوف صادق يا ولد عمي، اخوك سوا شينا. لا بكا لا فرحه بيجيبوا ما في. الطريق هنا سوي شنو يعني تقطع؟ والله غلب لي بسوي له حاجات. كلكم لكن بالتلمينه كوم تاني. لا والله، لا والله ما يلي بالتلميذ ده رجل منازل والبكاء بالتلميذ ده بيجيبه تب بيجي هاي. نشوف هي نشوف الله يكذب الشينا بس. كذب الشينا. نو يا عباس، نو. I won't let you, okay? I won't let you. لا فيك يا عباس. يا عديلة، ما تقول لي يا عديلة، احنا تاني هنرجع من الاول وجديد ولا شنو؟ يا عديلة دي بالتلمينة دي تقايلها شنو؟ بالتلمينة دي عمدة بتاعت الحلة يا أخي. So what؟ بالتلمينة سو وات؟ انا قايله انه بالمناسبه ده احساس منك عاطفي ساذج ما عنده اي معنى. يا اخي زول توفت الله يرحمه ويغفر لها، خلاص الموضوع انتهى. في داعي تمشي تركب البص المكركب ده كركروب تمشي لحد هناك 8 ساعات وتتعب وتشقى، في حين انه ممكن الزمن ده تستفيد منه في حاجه ثانيه. هاي صح. أنا لما أقعد معناتها إنه أنا حأترحم عليها وأطلب المغفرة لها، لكن لما نركب اللوري الكروب بكون زهجان وبكون كرهانة. بالظبط كده، عشان كده انت فهمتني خالص كده. لازم تعرف انه ايقاع المدينه بيختلف تماما، لازم تحترمه، هو بيتوافق مع الايقاع بتاع حلتكم اللي اسمها دهدوك دي. محروق. اوكي محروق، ايوه. فالمدينه وايقاعها ما بيحتمل الرتابه والضجر والبؤس اللي في حلتكم اللي اسمها سحسوك. محروق. محروق. فهمتني؟ يا سلام حول. والله يا عم الخير، الله يجزيك خير، والله هيك شاي صاموطي. والله يا صادق، هاي والله يا صادق اخوك ده مسح بين الواطه، مسح بين الواطه، مسح عديك. شايك لا صاموطي، الله ان شاء الله يصمطك بعكاز في نص راسك. انت ما عارف يا سير تقول دينا بتغليني من جوا يا اخي، فاضحنا وكاسر عيننا. اسكت وقفل الموضوع ده. اسكت كيفين عاد؟ اسكت كيفين؟ ده موضوع بنسكت عليه. ها عباس ده مع عم اولادي؟ عم اولادي ولا مع عمون؟ هاي زي انتوا رضيتوا الموضوع ده، انا دي ما برضى الموضوع ده. هيا اسوي شنو انا يعني؟ امشي قبضوا من طعمه نجيبه، ضربنا له تليفون ورسلنا له زول عديل والخبر فاتني، وقدر ما نضرب له في التليفون مرته تقول لنا هذا المشترك لا يمكن الوصول اليه حاليا. لا يا اخوي، اصله دي ما امور مرته، ما امور مرته نهائي. ما تقول لي دي مرته، اي نعم بتكون مرته، هي اللي غيرت الرقم عشان انا ما بعرفها. ده تقطع لكم الصله لبناتكم، لكن اقول لك حاجه، الحق اخوك ده. والله يقول لك شيء، والله صدق قال لي كلامك دي. المره مرويسه المتفلفزه دي متفلفزه فوق شنو؟ ذات بتطنقع علينا فوق شنو؟ البيوت عندنا والعمارات بنيناها فوق الحله هنا، وعندنا الترترات والبكازي عندها هنا غير نظارتها، واعتقد وافتكر يا اخوي هي الموضوع ده اقصره عديك ادي، والحق اخوك ده نقول لك في وشك. بلحق لو مقبين مغضوب احنا عنده هناك في البندر اصبري بس. يا اخوانا طبعا يعني المجتمعات الزراعية والرعوية دي
يعني فارقة فارقة في الزمن. وبعدين عشان وبعدين ما في تطابق في المهنة نفسها. يعني الزول بيكون دائما يعني داير يكون يعني في تنسيق في بين المهنة وبين ويعمل هارمون مع المدينة. يعني الحاجة دي صعبة جدا انه الواحد يكون ينسقها ويتسق معها. عباس انت كان محتاج لقروش يقول لنا ما تتفلفل لنا ساعه. والله يرسل لك الخير باسط والله. الصادق هاي انت وقع عليك راي اخوك؟ على رايه اخوك داري قاضي على الناس. يا هذا داري قاطعنا عديل عليك النبي. عباس الكلام ده صحيح؟ معقولة بس معقولة انا قاطعكم يا اخواننا. انا بس اقصد انه يعني اسمه ده يعني الحاجات الاجتماعية اللي ما لها ضرورة وما عندها ضرورة دي الاعباء يعني الاعباء الضرورية الاجتماعية موجودة في الحياة الحلة. يعني الاشياء اللي انا ما المفروض ذاته اتحرك تجاهها وهي ما ضرورية انت احفوني منها بس وقع عليك الفهم وقع عليك. الله يعوضنا في اخونا. نو مامي ما بقدر. انا عندي لكشر بعد تقريبا الساعه 9 عن الجندر. اي كانت. يا دوبك انا هسه وصلت البيت حالقى عباس وصل مسافه ما اعمل الغدا واتغدى واطلع خلاص it's too late. Sorry mommy I can't. I'm sorry. Okay. Bye. Bye. هيلا امسك الدنيا. هيلا هو. هيلا هو. هيلا هو. بس بتعملوا في شنو انتوا؟ وي نحن ما ندخل بيناتنا ما ندخل بيناتنا. وانتوا كمان انتوا ساعة الحاف كذي نسيتي حلقة المتلوشة. انتوا الصادق سوري الصادق حقيقة أنا وعباس متفقين إنه حاجتنا لازم تتسق مع غيمنا العليا. That's why. لا أنا يتسق الصادق حوش لنا ربنا يرفعك عافية البوكس حوشة. No! Don't touch me. أنا بنزل برايل بركب مش البوكس تحت حطلع فيه برايل. ما في زول يبلشني وما في زول يربطني لأنه الربيط ده ما بيتسق مع برضه يتسق. هو راح ما لي الوريد البوليسية أبقى معي. اي ام الخير. I'm so sorry. my heart وجعني شديد. ام الخير يا حبيبي. ما أم الخير بنت المنى. اوه ماي جاد بنت المنى. الحبوبة الفاتحة. اي انت مرتك ده بكاها ما فيش بوجعها. شنو يا عباس ده؟ يا صدق اخوي ما تفكرني خلينا ندي فاتحة ليش انت عندك فاتحة واحد انت عندك فواتح الدفاتر قاعدة. طيب خلاص خلونا نمشي نحن ماشيين. تمشي وين هذول؟ ما ماشي الشغل يا همشي وين؟ شغل شنو هذا شغل ما في عندك قريبة 700 فاتحة كم دفتر تغضين حتى تطير تمشي شغلك. شنو؟ فواتح عنده فواتح بالدفاتر والله الحلة دي والحلالة المجاورة. ولا صفحة ولا سطر. انا جايه معاك من هناك متلتلني في اللوري ولا في المصيبه الراكبه فيها دي دق دقيت راسي كم مره واتكتحت بالغمار وما جبت لنا مويه وجبت لنا اكل وجعانه. ليه؟ عشان اجي اشيل الفاتحه. هسه شلتها خلاص كفايه يلا راح. ليه يا عباس النخجل ليك؟ لا حول ولا قوة إلا عباس. أنا أخوي عباس أخوي مات أحد ماشي الأخ كان عندنا راجل المرة تلم فيه وتمسح بالواقع كذي. هذا ما تخيل ما فيك نخوة ما فيك شعرة رجالة كذي تقوم على المرة دي ترصع. عباس I have no time. شوف ديكتو بيدا سايها الزمن. عديلة انت طلقانة. ايوه لانك ما بتتسقي مع غيمين العليا. يا هدى اخوي. أيوه عفيت منك. Oh my god. قلت لك يا ام الخير ما تديني توب كده سلفة عشان امشي اعذبه يا اختي. الحبوبة ترفعك الفاتحة.